أبو أحمد. الو، السلام يا عليكم. مرحبا يا أبو أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، انا اشهدك على شاشه التلفاز انك رجل حقاني، لكن في القران الكريم هل يستوي اللي يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الصحابه مثل معاويه تقولون وابو سفيان وما اشباههم يستوون بالامام علي؟ واحنا نعرف الله وانتم تعرفون الله وقبلتنا وحده. تجيب لك اصحاب هاجموا الرسول وعلى الرسول من قيام الرسول الى يومنا هذا، تحطهم صحابه انت بكيفك، بكيف ابن تيميه، بكيف من يهدد. الله نزل القران على صدر محمد، والقاتل مع محمد معروف، صح لو لا ناصر الرسول؟ ليش تدمجها كلها تحطها صحابه؟ الساقط في الامتحان واللي امتحن وما نجح واللي ما دخل الامتحان لا دخل دراسه الرسول، تحط صحابه تعطي شهاده بكيفك. طيب هذا أبو أحمد. قران، هاي امه تمشي وراك. أبو أحمد. ليش تعثرها بالاخطاء؟ طيب أبو أحمد، يسمعني؟ نعم اسمعك. أبو أحمد، الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في طبقة واحدة. علي أفضل من معاوية، لكن لا يعني أن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه صار كافر ونلعنه صباح ومساء، لكن عليا أفضل من معاوية بلا شك. علي أفضل من أبي هريرة، وأفضل من أنس، وأفضل من طلحة، ومن سعد بن أبي وقاص، أفضل من جميع الصحابة إلا الثلاثة خلفاء الراشدين. فلا يعني لما نقول معاوية مسلم، معاوية صحابي، أن احنا تنقصنا عليه رضي الله عنه. لا، كذلك الطالب اللي يرسب، والطالب اللي ينجح، كلهم اسمهم طلاب. هؤلاء كلهم اسمهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يعني أن لما يقع بينهم خلاف أن احنا يعني نكفر أحدهما لأنه قاتل الآخر. هذا ما يجوز. يا دكتور. أيه. يا دكتور، انا اريد اطلب من الله ان يحشرك ويا معاويه ويا هند. آمين، الله يحشرني. شوف يا أبو أحمد. يحشرك أبو أحمد. وينعل والديك. أبو أحمد. أبو أحمد. طيب أنا أسأل الله أن يحشرني مع معاوية ومع علي ومع أبي بكر ومع حمزة ومع عمر ومع عثمان ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يحشرني مع صحابة رسول الله ومع آل بيته الطيبين الطاهرين. ولا يعني هذا يا جماعة الواحد اللي يحب الصحابة معناه يكره آل البيت. لا، أنا أستطيع أني أحب الصحابة وأحب آل البيت في وقت واحد. ولو سألت علي رضي الله تعالى عنه عن معاوية لأثنى عليه خيرا. وأرجو أن يكون هؤلاء جميعا يوم القيامة كما قال الله: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين يا أبو أحمد، أنت يعني إيش يدخلك في مشاكل أنت لن يسألك الله عنها؟ لن يسألك الله يوم القيامة عن علي مؤمن ولا غير مؤمن، ولا عن معاوية مؤمن ولا غير مؤمن، ولا عن أبي بكر. اشتغل فيما أمرك الله به من صلاة وصوم وعبادة ونصرة للإسلام وحماية لدماء المسلمين وحقل لدمائهم وجمع لكلمة الأمة. نحن اليوم نحتاج إلى جمع الكلمة يا جماعة، بدل ما نتفرق بسبب أمور وقعت في الماضي. والله تعالى يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.